المتألق موجود في مرماه في مباراة هذا المساء. بداية الكرة الأولى في المباراة خارج أرضية الملعب. هنالك خسرو، حيدري، روبسون، بادوفان، موجود كذلك فرشيد، باقري، وفوريا غفوري أيضا ما شارك في المباراة الأولى. يبدأ اليوم كان بديل لكريمي مجتبى سيد، وهنالك علي قرباني اللي أيضا ما بدأ المباراة الأولى وكان بديل لفرشاد إسماعيلي اللي طرد في المباراة الماضية، وهو فوريا غفوري. هذا اللاعب اللي ايضا ما شارك كما ذكرت في المباراه الاولى، لكن عين. ومهم كذلك العين يسجل وان ايضا لا يسجل في شباكه في هذه المباراه عن طريق برمان. الان عمر عبد الرحمن، العين قدم مباراه جيد، ولكن العيناوي قادر في مباراه هذا المساء في طبعا ثالث ايام الشهر الفضيل. مرور جميل، كره للامام، عيناويه كانت محاوله المرور لسالم العزيزي، عيناويه عن طريق عمر عبد الرحمن، دائما محاصر ودائما مطالب بالحلول عمر عبد الرحمن، وفي ضربة حرة مباشرة لصالح فريق العين. اللون الأبيض الكامل في مباراة طهران كان باللون الأزرق الكامل. المصيرية جدا. الضربة الحرة المباشرة تأتي الآن، وعلي رضا منصوريان، والضربة الحرة المباشرة وعمر عبد الرحمن على التنفيذ. ضربة حرة مباشرة في مكان جيد لفريق العين. عمر على التنفيذ، ياتي بكرة للامام ولكن ياتي الابعاد مثل ما قلت، ويعلم الكل لاعبو الفريق الايراني يمتازون بطول القامة، ولذلك التنويع مطلوب. الان عمر يتقدم عمر ويسدد عمر عبد الرحمن، ولكن اول مهم جدا. العين طبعا بفارق هدفين يتأهل، بفارق هدفين، هدف يكثف خط الوسط، يساند المدافعين ويعتمد على كرات عالية باتجاه اللاعب السريع علي أو كيا رضائي، اللاعب الهداف اللي عنده طبعا 4 أهداف مع فريقه، وصنع هدفا ايضا في المباريات الماضيه، وبالتالي لاعب ايضا يجب ان تكون من بدايه المباراه، من اللحظات الاولى للمباراه في الشوط الثاني من المباراه. كره جميله تلعب الان باتجاه ليميون، تعود لعمر عبد الرحمن. العين ماسك كره، العين متقدم للامام. الكره الان الى ضربه ركنيه في ضغط عيناوي من بدايه المباراه. الان حضور جماهيري جيد، وكان بالامكان يكون افضل بكثير، لكن ايضا يتحضر كذلك. هم يحاولون ايضا استدراج اسماعيل ومهند للامام، لكن كره عن طريق طبعا عمر عبد الرحمن. الله تعالى والله يوفق ايضا الفريق العيناوي في مباراه في غايه الاهميه. الحضور الموجود يتفاعل مع المباراة. كرة تلعب من عمر باتجاه شقيقة، وهذه كرة بالفعل من محمد عبد الرحمن، يأتي بكرة للأمام، إبعاد الكرة الماضية. لا زالت عيناوية، محاولة قائمة، والكرة إلى ضربة ركنية. ضغط عيناوي مستمر. كانت ضربة ركنية من عمر عبد الرحمن، شوف لعبها عمر ولمس حارس مرمى رحمتي بيده كذلك، وبالتالي إلى ضربة ركنية هذه المرة من الاستقلال ولاعبو فريق العين، وكل كان يطالب بقرار من حكم المباراة. القرار على وجود ضربة ركنية واضحة وصريحة، والتسديدة من جانب أبرمان، ومرة أخرى وهذه بعيد حظ ضربت في القائم الأيمن وضاعت الكرة الماضية. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن، والرأسية من إسماعيل. محاول الفريق الإيراني يسترجعها برمان، تصل الآن لعمر عبد الرحمن، تأتي الكرة للأمام بالفعل، ولكن أقرب لحارس مرمى رحمتي. جاء بكرة بالفعل عمر عبد الرحمن للأمام ليم يونغ، هذه جميلة، هذه نقلات عيناوية سليمة، وعمر يمر للأمام. كرة كانت ولا زالت. الله يا خوفي يا كايو، يا خوفي من ضياع هذا المسلسل من الفرص المتاحة. عمر يتلاعب ب3 لاعبين ويرسل كرة تقدم للأمام. ولاحظ هنا عمر مهارات عمر عبد الرحمن، عمر ورفاقه يؤدون مباراة جيدة، لكن الأفضل هذه مباراة الأخطاء فيها لا شك ربما تهدم عمل موسم كامل
بالنسبة طبعا لفريق بلغ المباراة إن قائمة عن طريق برمان، نقلت الآن للأمام، وصلت لعمر عبد الرحمن محاصر، وهذا الوضع الطبيعي، يأتي بكرة عالية للأمام ولكن يأتي لإبعاد في كوريا الجنوبية لم يسمح بذلك، وبالتالي سيغادر العين هذه المباراة الأخيرة، يريد أن يترك الانطباع الكبير الجيد. محاولة عينه عن الأمنيات أن يكون الملعب كامل العدد، لأن الحضور الجماهيري والتفاعل طبعا لا شك أنه يعطي إضافة جميلة من جانب عمر. وصلت لي أيضا أبرمان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هي 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 جول جول جول، هدف عيناوي ثاني، لكن الله على التمريره يا بعل، ارسلها طبعا كايو، ومحاوله عيناويه، كره جميله، فرصه للامام، وفرصه هدف ثالث بتضيع، فرصه هدف ثالث بتضيع. طبعا شوف هذه النتيجه المسجله الان، العيناوي يتاهل، ولكن الحذر الحذر كل الحذر، الحذر كل الحذر. هذه لعبة عمر، العين نعم بالطول وبالعرض، العيناوي حتى الآن يهز الأرض، ذلك بالتالي جاء بهدف ثاني في غاية الروعة، هدفين في الشوط الأول من المباراة، كلاهما للبرازيلي الذي يقدم في اعتقادي ربما الشوط الأول. تبديلين أيضا، كل تبديل تقريبا يحتسب في 30 ثانية تقريبا، وبالتالي ربما تكون دقيقة محتسبة كوقت بدل ضايع. جميلة من عمر، أرسلها في المكان السليم، وصلت الآن ونقلت إلى عمر عبد الرحمن، هو طبعا القلب النابض للفريق العيناوي. عمر عبد الرحمن وتحمل على نفسه، والسلامات إن شاء الله. أيضا في اعتداء على عمر، في اعتداء على عمر، حكم المباراة يشير لاستمرار الكرة الماضية، قائد فريق نادي العين. شوط مثالي بكل معنى الكلمة، الأمنيات أن يستمر كذلك، شوط مثالي بكل معنى الكلمة للعين. حاول القائمة من خالد عبد الرحمن، وتصل بعد ذلك بالفعل لعمر، المرور المعتاد من جانب عمر، جميلة وللأمام، وهذه خطيرة، وهذه فرصة بتضيع فرص. نعم اسماعيل أبعد الكرات الماضية، عيناوية في المكان السليم، في المكان السليم، تلعب لعمر، جميلة نعم، وهذه كرة، هذه جول، هذه جول. في أي لحظة لا سمح الله لا قدر الله يأتي الفريق الإيراني، كرة من ضربة ركنية تأتي عالية وللأمام من جانب عمر عبد الرحمن، تصل الآن أيضا وعالية، وهذه خطيرة، وكرة للأمام، الله يا عمر، الله يا عموري، هو هدف ثالث للعين، ويتقدم العيناوي. هذه الكرة أبعدها المدافع، لكن أبعدها أمام عمر، أبعدها أمام عمر، ويأتي عمر، وهدف عيناوي ثالث، هدف عيناوي ثالث، يتقدم العين الآن. قبل قليل كنت أتكلم يا عمر نبغي الثالث يقرب العيناوي ويبعد الإيراني، هذا اللي يحدث الآن. هو حديث آسيا، هو الأفضل في آسيا، هدف ثالث للعين. الشوط الأول العين سجل هدف، وسجل هدفا ثانيا، وأضاف هدفا ثالثا، وعمر عند الكرة، جميلة الفكرة للأمام باتجاه ناصر الشمراني لفريق نادي العين عن طريق عمر عبد الرحمن. هنا محاولة مهند، كل ما فيها جميل، كل أداء العيناوي جميل في هذه المباراة. هذا كايو يتقدم الآن ويأتي بكرة لعمر عبد الرحمن، كرة الأمام لا زالت لعمر، وعمر يأتي بكرة، وهذه خطيرة للأمام، محاولة قائمة، كرة من جانب أبرمان، الله عليك لعيب، نعم لعيب، وياتي الابعاد من جانب النجم الاماراتي بالفعل اسماعيل احمد في الكرات الماضيه. هذا اسماعيل يتقدم الان، محاوله الامام عن طريق محمد عبد الرحمن، اسماعيل، عمر عبد الرحمن، يتقدم عمر ويستمر، والتسديده القويه، جول
خماسية خماسية عيناوية. سوريان في مغادرة استاد هزاع بن زايد. عمر مار وعمر تقدم وعمر سدد وعمر سجل. والأفضل في آسيا يؤكد للكل لماذا هو الأفضل، لماذا هو الأفضل، لذلك هو الأفضل. العناق ما بين زوران وعصام عبد الله ومطر عبيد الصهباني، واعتقد كل عيناوي في الملعب وخارج الملعب في فرح. طريقة خالد عبد الرحمن تعود لعمر عبد الرحمن، ياتي بكرة للأمام لناصر الشمراني، تبعد وتعود للفريق. راح يسافرون، لكن لا شك بعد ذلك يعرف العيناوي من هو الخصم القادم له في دوري أبطال آسيا. هذه محاولة الشمراني الآن، الشمراني مر والشمراني تقدم والشمراني يملك كرته، وعمر عبد الرحمن يأتي بكرة جميلة لناصر الشمراني. أن فاز على الأخوية في الدوحة ب5 أهداف نظيفة في قبل مكان سليم بالفعل، ولكن المدافع الإيراني أبعد الكرة الماضية، ولو وصلت بالفعل لميون كانت في المكان السليم. عمر الآن أيضا حاول المرور في الكرة الماضية، كرة تلعب عالية. العين ضاغط كما يتابع الكل في الدقائق الأولى، ضاغط، لكن هذا الضغط بحاجة بالفعل لأن يترجم إلى هدف في طبعا قادم اللحظات. إن شاء الله تعالى يحدث ذلك في هذه المباراة. الآن الفريق الإيراني يعلم طبعا نوايا الفريق العيناوي. كرة تلعب للأمام، نعم، محاولة قائمة، البحث عن هدف سادس في المباراة، وبالتالي كرة تلعب الآن. هكذا يكون رد الزعماء، بهكذا أداء. تلعب للأمام باتجاه عمر عبد الرحمن، يتقدم عمر لكن في حالة تسلل في الكرة الماضية، حالة تسلل. شوية يعني سهرانين وفرحانين وفريقهم فايز بال5 ومتأهل لربع النهائي وآخر مباراة في الموسم، ويعني شوية بالفعل يسجلوا النتيجة المنتظرة، وبالتالي لكن هذه فترة لا شك، والقادم ربما هو الأهم بالنسبة للفريق العيناوي في قادم الفترة، طبعا عند المدرب وعند الإدارة لا شك. وكأنه وهذه محاولة، كرة ملعوبة خطيرة، فرصة للأمام والإبعاد يأتي. بالمناسبة في 2003 سبيت خاطر سجل في مرمى هذا الحارس، كرة بعيدة المدى من سبيت خاطر، طبعا واحد من أفضل النجوم في تاريخ نادي العين. يأتي عمر عبد الرحمن أيضا مستعد لمعسكر خارجي، ربما بتعاقدات مع اللاعبين الأجانب. فرصة، هدف سادس، الشمراني، جول الشمراني، هدف عيناوي سادس، نعم هدف عيناوي سادس. قبل ذلك تمريرة عمر، تمريرة الأفضل في آسيا، تمريرة الأفضل في آسيا، والشمراني يشارك في وليمة. الله 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 يا عمر، الله يا عمر، الله يا عمر، من أين لك هذا؟ والعيناوية يتبادلون التهاني. وخروج ناصر الشمراني اللي سجل هدف العين السادس بالفعل. هذه محاولة، كرة تلعب لفريق نادي العين، تأتي المحاولة، كرة عن طريق عمر عبد الرحمن، جميلة جميلة، والتسديدة، الله الله، حلوة الكرة، كانت حلوة من جانب باكايو، بالفعل مرور جميل، مباراة كبيرة يقدمها البرازيلي، جميلة للأمام باتجاه دياكي، ولكن تبعد وتعود الآن الفريق الإيراني، يسترجعها عمر عبد الرحمن، تصل بعد ذلك محاولة قائمة وصافرة وخطأ. نعم، لما انتهيت أنا تو ما بديت. العيناوي هكذا يقول لجماهيره، لما انتهيت أنا تو ما بديت، في إشارة إلى نهاية مثالية للموسم بالتواجد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وبالتالي